دي احلى مفاجأة من الفيفا للاهلي النهاردة دي ولا ايه؟ هقولك ايه هي، بس مبدئيا صلي كده على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. لما اقولك ان الاهلي ده في حتة تانية ومفيش نادي في افريقيا بنفسه يبقى لازم تصدقني. الفيفا هيعامل الاهلي في كاس العالم للاندية معاملة الكبار، وتعال اقولك ازاي. الفيفا هيدفع للاهلي 9.5 مليون دولار نظير المشاركة في كاس العالم للأندية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده 500 مليون جنيه يا غالي. ده مش بس كده، ده زود على المبلغ ده كمان 2 مليون دولار إضافية في حالة الفوز في دور المجموعات، ده الماتش واحد، وفي حالة التعادل المبلغ ده هيبقى مليون دولار يا غالي. اما بقى الاهلي لو صعد لدور ال16 ضيف على كل اللي انا قلته لك ده 7.5 مليون دولار اضافية يا غالي. اما بقى لو ربنا كرمنا وصعدنا لدور الثمانية ضيف على المبلغ اللي قلته لك ده 16 مليون دولار، ولو ربنا كرمنا اكتر وصعدنا لقبل النهائي ضيف على المبلغ ده 30 مليون دولار. اما بقى الكرم الكبير اللي من عند ربنا لو كسبنا الكاس ده هناخد كام بقى؟ 40 مليون دولار يا غالي. يعني مجموع الجوائز دي كلها كده من اول ماتش لاخر ماتش 125 مليون دولار يا برنس. عايز بقى اسمع رأيك كده في التعليقات، تتوقع الاهلي يوصل لفين في كاس العالم للأندية؟